بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. رمضان فرصة عظيمة جدا ربنا بيديها لنا كل سنة علشان نربي قلوب قبل ما نكون بنربي سلوك. في بنتعلم الصبر، وفي بنتعلم ان احنا نراجع نفسنا على كل خطأ وكل ذنب بنرتكبه، ونقرب من ربنا أكتر وأكتر. والجميل والمهم قوي في الأمر ده إن ولادنا بيكونوا شايفين وسامعين وحاسين بكل ده وعايشينه معانا بالفعل خلال هذا الشهر الكريم. فعشان كده رمضان هو فرصة إننا كآباء وأمهات نغرس في ولادنا أخلاق تعيش معاهم العمر كله بإذن الله تعالى، لو أخلصنا النية وبدأنا معاهم الغرس من هذا الشهر الكريم. مش بالكلام طبعا، لكن بالمواقف وبالتعاملات وبالقدوة الحسنة اللي بيشوفوها قدامهم. زي مثلا ان احنا ممكن نعلم ولادنا خلال هذا الشهر الكريم الرحمة، لما يطلعوا الصدقة بإيديهم وهم بيشعروا ان في رحمة في قلوبهم تجاه المحتاج اللي هم بيدوله الصدقة دي. تعلمهم الصبر لما يكونوا جعانين وتعبانين وعطشانين قوي، بس خلاص هم بيصبروا لحد أذان المغرب ويدعوا ربنا ويفطروا. بنعلمهم كمان الصدق لما يعرفوا إن ربنا شايفنا في كل مكان حتى لو احنا كنا لوحدنا. والحقيقة كما يقال إن الأخلاق ما بتتزرعش بالكلام، الأخلاق بتتزرع بالفعل وبالقدوة. في حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى هنتكلم عن إزاي نستغل شهر رمضان الكريم وإحنا لسه في أيامه الأولى وأسابيعه الأولى. إزاي نستغل رمضان علشان نغرس القيم الإيمانية والأخلاقية في قلوب ونفوس ولادنا. إزاي نحببهم أصلا في الصيام من غير ما يشعروا إن هم مضغوطين وتعبانين ومتضايقين والمسيطر عليهم الجوع والعطش فقط، ولكن هم مش حاسين ولا مقدرين بالقيمة الحقيقية في هذا الجوع وفي هذا العطش. وإزاي يطلعوا من رمضان مش بس صايمين وجعانين وعطشانين زي ما قلنا، لا، لكن متغيرين من جواهم واكتسبوا صفات جميلة وحلوة وتقدر تكمل معاهم لبعد رمضان. فازاي نصنع من رمضان مدرسة للأخلاق مع أولادنا؟ هنعرف بإذن الله تعالى مع ضيفتنا اللي مشرفانا الدكتورة منى صبحي، دكتوراه في التربية ورئيس المنتدى العالمي للفكر والثقافة. السلام عليكم وأهلا ومرحبا، كل عام وأنتم بخير يا دكتورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يرزقكم إن شاء الله وأنتم بكل خير. ربنا اللهم يعيد على آمين. الأمة الإسلامية بكل خير بالنصر والفتح بإذن الله تعالى. يا رب يا نعم، رب يا أهلا دكتورة، وسهلا. اللهم أمين يا رب العالمين. احنا في شهر كريم، شهر أيامه معدودات كما نعم. قال عنه الله سبحانه وتعالى. والحقيقة احنا بنبقى عايزين نستثمره أفضل استثمار لينا ولأولادنا. فازاي يا دكتورة نستغل هذا الشهر الكريم في غرس قيم إيمانية وأخلاقية كلنا كآباء وأمهات بنتمناها أنها تكون في نفوس أولادنا، طبعا بطريقة عملية وبسيطة وتربوية طبعا في الأول تناسب كمان أعمارهم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع غرس القيم الإيمانية والأخلاقية عند أولادنا ليست فقط مرتبطة برمضان، وإنما هي مرتبطة بعملية التربية ككل. فجزء من هذه العملية بننتهز المواسم كرمضان وبعض المواسم ومواسم الطاعات لكي نزود في غرس القيم، لكن ده يضع على المربي واجب معرفة الجوانب الأساسية التي تكون شخصية الطفل. احنا عندنا جوانب 6 يمكن شرحناها مرة في الحلقة سابقة، أن في عندنا الجانب بالظبط. الإيماني وعندنا الجانب الأخلاقي وعندنا الجانب العقلي والجانب الجسمي والجانب الجنسي والجانب الاجتماعي. فلما بنيجي بناخد الآن الجانب الإيماني والجانب الأخلاقي، فإحنا لازم الأول نعرف طبيعة المرحلة أو المرحلة العمرية أولادنا فيها. فالمرحلة العمرية اللي أولادنا فيها تختلف أساليب زرع القيم من مرحلة إلى مرحلة، وأيضا بتختلف إلى حد ما حسب نمط شخصية الطفل. يعني كل طفل له مداخل،
في الطفل العقلاني، في الطفل العاطفي، مم. في الطفل اللي هو يعني نمط شخصيته بيسمع كلمة وعشرة لا. مم. فبرضه لازم لما أنا أعرف طبيعة المرحلة أعرف أيضا نمط الشخصية. ليه؟ عشان أكيف الأساليب التربوية المطلوب أنا أعرفها عشان أقدم القيمة بشكل أفضل. ما مم. تبقاش القيمة مهدرة وأنا بقدمها لواحد مثلا بكلمه بشكل عقلاني وهو عاطفي. أو تمام. مثلا يعني كان في أحد الأطفال هو عنده 3-4 سنين، كل حاجة لازم تقولي له بالمنطق. هو الذكاء عنده الذكاء الرياضي اللي هو الذكاء العالي جدا، اللي هو مم. كل شيء لازم يكون في سبب ونتيجة. لكن بالظبط. هتحكي له قصة عاطفية مم. فمعرفة نمط شخصية الطفل مع معرفة المرحلة العمرية اللي فيها أولادي ده مم. بيخليني أعرف كيف أتحرك بشكل صح. النقطة بقى بالتأكيد. الأهم مم. أيضا يعني دي أساسيات. في نقطة مهمة جدا، لو أنا عايزة أزرع القيم الأخلاقية والإيمانية أنا لازم أعرف إيه البنود الموجودة تحت هذه القيم، مم. أو إيه النقاط المفروض أنا أزرعها. يعني مم. لما بيتبادر إلى ذهن الأمهات والآباء وكثير من الأحاديث يعني العامة لما نقعد نحكي مع الآباء تقول لك أنا عايزة أحفظه القرآن، أنا عايزة أخليه يروح المسجد، أنا عايزة أخليه مم. يصوم عنده 7 سنين. هو مش ده الجانب الإيماني، ده مم. جزء بسيط من الجانب الإيماني. إحنا عندنا في الجانب الإيماني المفروض أعرف أركان الإيمان وأعرف أركان الإسلام مم. وأعرف أقدم النموذج الصحيح اه. للسيرة النبوية ايوه، بحيث اللي هي تبقى هي القواعد السيرة الأساسية. المعايشة. مم. بالضبط، تبقى هي دي السيرة المعايشة. فلما أنا كأم وكأب أعرف إيه البنود اللي تحت كل الجانب من الجوانب، فأعرف أحط لها خطة زمنية على حسب العمر وعلى حسب الاستعدادات وعلى تمام. حسب القيم اللي هي يعني بس مش هحط بس قيم إيمانية لا، مم. لأن هربطها بالقيم الأخلاقية، هربطها بالقيم العقلية. فبيبقى في عندي وضوح رؤية لكل الجوانب ولكل النقاط تحت هذه الجوانب، مم. وبمشي بشكل متدرج مع أولادنا في زراعة هذه القيم. تمام. فلما بنيجي تمام. بقى على موضوع يعني التدرج في زراعة هذه القيم، مم. بنقول إن إحنا في جزء من القيم يوضع بشكل يومي وفي جزء بنكثف فيه أكتر في موسم مم. الطاعات زي رمضان. طيب دكتورة، احنا دلوقتي هنتكلم بالشكل التدريجي اللي حضرتك بتتكلمي عليه في أمر الصيام. دلوقتي كتير من الأطفال أول ما بنقول لهم خلاص رمضان قرب باقي كام يوم، أو خلاص احنا في رمضان أهو، يا الله هنجوع وهنعطش وهنتعب والله، وخلاص هم يعني رمضان عندهم يا دكتورة إن هو جوع وعطش. طب إزاي بأسلوب تربوي صحيح وبسيط ومتدرج أعرف ولادي بالصيام، بعيدا عن الجوع والعطش بقى، مش هو تعب وبهدله ان احنا يعني بنتعب وبنتبهدل وبنصوم، ممكن نروح المدرسه كمان ونخرج ونعمل كل حاجه واحنا جعانين وتعبانين. ازاي اغير المفهوم ده تدريجيا عند الولاد؟ حلو، خلينا من التدريج الاسلوب اللي حضرتك تفضلتي فيه. احنا مشكلتنا ان احنا كتير جدا بنتعامل مع الحياه في مواقف الحياه علينا مفاجاه. يعني مم. اتفاجئنا ان رمضان وصل واحنا لازم نصوم ولازم نبطل اكل طول اليوم. ايوه. الكلام ده ايوه. يعني بالمنطق مم. ما ينفعش. مم. احنا موضوع حكايه ان ما فيش تمهيد لسواء الطاعات او لحتى الامور الاعتياديه الحياتيه تبقى كارثه. الطفل لا يستوعب على الاطلاق موضوع ان انت تنقليه من مكان لمكان، من حال الى حال، من ظرف الى ظرف من دون ما يبقى في تمهيد. احنا مم. الكبار نفسنا نحتاج الى تمهيد. حتى في دعوه الله سبحانه وتعالى للناس، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبلغ كان بيبهد. عشر مفيش سلام. حاجه اسمها بدخل دخل مفاجاه. فرمضان احنا عارفين ان هو هيجي امتى، فبتبقى في تجهيزات قبل رمضان بحوالي مم. شهر كده او 15 يوم. نبدا بنعمل فيه تجهيزات مكانيه وفي تجهيزات نفسيه. فالطفل نفسه لما بنقول له احنا بعد اسبوعين هيبقى في رمضان وينزل مع الام او الاب او الاثنين مع بعض للسوق، يشتري فوانيس، يشتري زينه رمضان، يشتري شنط رمضان هنحط فيها الهدايا اللي هنهدي فيها جيراننا، اللي مم. هنهدي فيها ارحامنا. فهو بيبدا بيتهيأ نفسيا ان في حدث رائع جميل احنا بنحتفل به، احنا بنستعد له، احنا عندنا استعداد نعيش هذا الجو الطيب. فلما بنخلص من التهيئات والتقدمة، لأن رمضان جاي بهذه الأشكال المادية أو بهذه الاحتفالات المادية، أن يسأل اللي هو إيه رمضان؟
ما هو شيء طبيعي إنه يسأل إيه رمضان، خاصة لو كان لسه طفل صغير. هنبدأ نعرفه إن إحنا بنمتنع عن الأكل وعن الشرب فترة صغيرة خالص. هو إدراك الطفل لو كان صغير إدراكه، لأن أنت بتصومي من الفجر لغاية المغرب، إدراك مش واضح. فأنت لما بتقولي له أنا همتنع عن الأكل والشرب فترة صغيرة، هو ما يعرفش الفترة الصغيرة دي قد إيه. فلما بتبدأي بقى بتقولي له طب يقول لك أنا هصوم، بس لا لما تكبر لا هصوم، نعمل عملية تحفيز. فبنبدأ نعمل معاه إيه؟ نبدأ خلاص أنت هتصوم معنا، هنصحيك على السحور، هتتسحر، هتاكل معنا اللقمتين، هتصوم. أول ما يصحى يقول لك أنا جعان، خلاص أنت كده تصوم تاني. ونبدأ نعوده التدريج في موضوع ياكل شوية ويمتنع ربع ساعة كده، وممكن ناكل نص على حسب العمر، نص ساعة ونبدأ ناكل تاني ونرجع تاني نصوم. فبدل ما نبقى مثلا حاطين طبق الفاكهه قدام الاولاد زي في الايام الاعتياديه، نبقى حاطين مثلا طبق الفاكهه، طبق الخضروات، مثلا احيانا بيبقى في حلويات، يبقى الطفل رايح جاي بيتسلى على الحاجات دي. بينما احنا في رمضان لا، بقى احنا هنقف على الصيام. انا اذكر بالظبط. اولادي صغيرين، كنت الساعه 7 الصبح مثلا خلاص احنا سحرنا وهنصوم على 7 و5 بالظبط. ماما الشوكولاته بتفطر، ماما البسكوته بتفطر، لحقوا. ما هو احساسهم المية بالزمن بتبطل واحساسهم ان كله. هم يمتنعوا، او احساسهم ان هم يمتنعوا عن الاكل دي بالنسبه لهم كبيره يعني. معلش احنا بناخدهم بموضوع ان الصيام ده وقتي، ونحاول نشجع الاولاد ونسقف لهم ايه ما شاء الله ده نص ساعه، ده ممكن نتصل على الاهل ونعمل بطاقات بحيث الطفل تهنئة يتعلم وتشجيع كمان. ونعمل قصة كبيرة. والضبط، ويتعلم ان في حاجه اسمها الضبط، بس بشرط ان احنا نشيل المغريات اللي قدامه. بالظبط. يعني حكايه ان نحط كل راح انا اجهز النهارده اللي اقلي واعمل وكذا عشان اجهز، طب ما الريحه نفسها بتستثير بتجوع عند الطفل ده. الكبير اصلا يا دكتورة، مش هتجوع الصغير. يبقى انا بعلمهم الضبط بالامتناع، مع ان انا ما احطش قدامهم برضو حاجات مثيره لهم بشكل، او بخليهم يتفرجوا على برامج الطبخ مثلا، او برامج الاطفال اللي فيها الاطفال اللي بيقعدوا بيطبخوا بيعملوا. فانا لازم احافظ على تستثير عندهم الرغبه في ان هم ياكلوا، او ما بالظبط، ينتبهوش للنقطه دي. اساعدهم. وبآن واحد انا اشجعهم تدريجيا حقيقه. بس هي تمام. نقطه اظهار الفرحه برمضان والاستبشار بهذه الطاعة، ونعمل جو مناسب لطيف يزين ويعمل ويعبي في الشنط. ده على فكرة بيختصر علينا مسافة يمكن فوق 50% من تقبل الطفل لأحكام رمضان وآداب رمضان. نعم. ممتاز جدا. تمام. طيب دكتورة، احنا ازاي نحول رمضان من يعني شهر احنا فعلا بنصوم فيه، بنتقرب الى الله وقيام الليل وصلاة التراويح، الامور دي طبعا يعني حتى اولادنا بيشوفونا نعم. فيها، ولكن ازاي نحوله لتغيير حقيقي في نفوس ولادنا، في سلوكياتهم، في طبائعهم، في اخلاقياتهم. احنا عنوان حلقتنا اصلا ازاي نصنع من رمضان مدرسة للاخلاق لاولادنا. فعلا يا دكتورة، احنا ازاي نطلع من هذا الشهر الكريم واحنا على الاقل غرسنا ولو غرس واحد في اخلاق ونفوس ولادنا؟ ممتاز جدا. هو حقيقة الموضوع ده يعني بيحتاج مننا إحنا كأمهات وآباء، وخاصة إحنا بنتكلم في الموضوع سن الغرس ده لسن الطفولة. يحتاج مننا القدوة الصحيحة والعملية للتغيير. أنا ما أقدرش أطالب أولادي إن هما يبقوا أخلاقهم كويسة، يصبروا شويتين، يتعاملوا بضبط الانفعالات، يتعاملوا بالقواعد والأصول، إلا إذا كنت أنا فعلا براعي هذا الأمر. لما بنيجي في رمضان لازم أقعد مع الأولاد وأطفال وأحكي لهم إن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام، لأنه الإنسان بيتهذب لعلكم تتقون. يعني إيه تتقون؟ يعني نفسيتي بتبقى أحسن، بضبط كلامي، بضبط سلوكي. في حاجات كتير أنا كان عندي غير صحيحة ممكن أصححها. وعشان أقرب الصورة للأولاد، أنا كنت بعمل كده مع الأولاد، بقول لهم إيه؟ يعني أنا مرتبة الفكرة دي قبل دخول رمضان بكذا شهر. ففي بعض الأشياء عندنا مثلا بتبقى اللعبة مكسورة، يبقى في بعض الملابس مثلا متقطعة، في بعض خاصة الجوارب يعني بتبقى متقطعة، يعني لا يخلو بيت من هذا الأمر. طبعا. فبحطهم كلهم على جنب، بقى كلهم على جنب. فبقول لهم إيه رأيكم؟ كل أنا شاري أصلا مقابل لهم حاجات جديدة.
ايه رايكم نترك الحاجات دي نكسرها ولا نجيب الجديد؟ لا الجديد. فالتغيير مطلوب، طبعا التغيير مطلوب. طب يلا شيلوا بقى الحاجات اللي احنا عايزين نتخلص منها وتعالوا نحطها نطلعها بره البيت. فبيعملوا كده مبسوطين جدا لانه شافوا الجديد مباشره. طبعا. فعلى مستوى النفس وعلى مستوى الاخلاق في عندنا حاجات في قبل رمضان نتخلى عنها، علشان في رمضان لازم احنا نتقرب الله سبحانه وتعالى بالافضل. ممتاز ممتاز يا فبيبقى دكتورة. شوفي التمثيل ده بيقرب الفكره. مم. فكل واحده تقول لك ايه، وانا عايزه اغير اخلاقي، ما انا عايزه كمان اتخلق. ما بتتكلموا بنفس الاسلوب اللي احنا بنتكلم فيه على اللعبه المكسره والحاجات دي. انا عايزه اتخلى عن اخلاقي اللي هي مش سليمه. معقوله؟ يعني في عندنا انتم مستبصرين ان كل واحد فينا عنده شيء عايز يتخلى عنه. واحد تقول لك انا ما عدتش اعض اصحابي، التاني يقول لك انا ما عدتش باخد الشوكولاته من ورا ماما. ما هو بداوا يحكوا بعفويه بدون ما يتصنعوا هذا الامر. واقول لهم انا كمان احيانا كنت بعلي شويه صوتي كده، لا انا كده انا هضبط نفسي. ونعمل جدول ونكتبه في غرفه الجلوس. في عندنا كده زي سبوره ظريفه وجميله، لانه دايما بياخدوا منها المكافآت. يعني بعد ما نكتب النجوم ونحط النجوم، لا بنحطها اسمها حتى التسابق بالخيرات. بنعلقها كده ونقول ايه خطه التغيير للكبار او للصغيرين. انا ماما هتغير في ايه؟ طب ايه رايكم انتوا شايفين ايه كمان على ماما ممكن ماما تتغير؟ ماما بتزودين المصروف على طول مباشره، بيدوروا على الحاجه اللي بتمسهم المقابل. طبعا بالظبط. كام نتفق مع بعض، كام نزود المصروف مثلا من كذا لكذا. ممتاز. ماما بنكتب كده، ماما جدول التغيير بتاعها هتزود المصروف، نكتب. بسطوا من الحاجات الماديه بندخل على الحاجات اللي هي الايمانيه. طب نزود بقى الصلاه على النبي، نزود كذا، نزود الصدقات. هم بقى بيقعدوا يفكروا معاك يقول لك لا زودي بزياده. لا يا ماما طب نصلي، طب ليه ما نصلي مره احد من الاولاد يقول ما نصليش 30 ركعه ليه التراويح عشان عايزين نزود. صار موضوع التزويد، صار موضوع التزويد ده له فائده ما يعني مباشره عليهم. بس طبعا علشان ما يطلعش عن هدفه الاساسي ان يكون الاولاد بيعملوا كده علشان المقابل المادي فقط. احنا برضو عايزين المادي والروحي. المدخل، لا هو المدخل للاولاد. ما هو ده اللي بيفهموه في السن الصغيره، اللي بيفهموا ان الحاجه الملموسه اللي قدامهم اللي يمسكوها في ايديهم هي اللي بيقتنعوا بها. بس شطاره المربي انه يربط الناحيه الماديه بالناحيه المعنويه تدريجيا. تدريجيا. ليه؟ لانه خلاص تم اشباعه من الناحيه الماديه، فيبدا انت تنقليه مباشره على الناحيه هناخد ثواب كبير، هناخد كده. وبيقعدوا بيحلموا بقى وفي الجنه هناكل مانجا وهناكل شوكولاتات كتير وما يحصل لناش سكر، ويبداوا يحكوا ويحلموا في الحاجات اللي هي مش شايفينها دلوقتي، لكن بناء على انه تم اشباعهم من الناحيه الماديه. بالظبط. مهم جدا لكل الامهات ولكل الاباء القدوه الحسنه. كيف تخططين لنفسك أن تكوني قدوة حسنة؟ مش فقط أنت تتصدق، إزاي تخططي؟ أنت عندك أولاد وعارفة مداركهم وعارفة خطوتهم. إيه النقاط اللي نقدر فيها فعلا نأكد إن إحنا بنتغير قدام أولادنا؟ إن رمضان فرصة للتغيير، رمضان فرصة للتزويد بالطاعات، رمضان فرصة إن إحنا نعمل كذا. في مثلا مرة من المرات اتفقنا إن إحنا ناكل فول، أنا نفطر على الإفطار فول. ده كان عن حب منهم وعن رغبة. ليه؟ لأنه أنت بتوصلي الأولاد لمرحلة إن أنت بتشاركيهم في كل حاجة. إحنا زي بعض، إحنا قد بعض، إيه رأيكم نعمل كذا؟ ونطلع مثلا ثمن الوجبة للناس الفقراء أو الناس المحتاجين أو الناس المتضررين. بالظبط. كثير مهم إن إحنا نبقى في يعني القدوة الحسنة دي لها سمت بالتأكيد. هي أصلا يا دكتورة يعني عامل مهم جدا من العوامل اللي بتساعدنا إحنا كآباء وأمهات في التربية. طيب أخيرا يا دكتورة في دقائق سريعة، إحنا يعني بفضل الله نطلع من الشهر الكريم بأمر الله نكون غرسنا في أولادنا وفي نفوسهم أخلاقيات وإيمانيات، ويكونوا اعتادوا على الأقل خلال 30 يوم. بعد رمضان بقى تيجي تكملي تلاقي ولاد يقولك لا بقى يا ماما خلاص، الله ما رمضان خلص. تحسي كده ان ايه يا جماعه في ايه؟ لا خلاص يا ماما رمضان خلص. فاحنا كنا بنعمل كده عشان خاطر رمضان. دلوقتي رمضان خلص فما فيش تراويح وما فيش مثلا فطار، ما فيش سحور، ما فيش الحاجات دي، واحنا بقى خلاص هنرجع لنمط حياتنا
السابق. طب أنا إزاي أغيّر المفهوم ده عندهم سريعًا، وإزاي أنا أحافظ على الأثر التربوي اللي طلعت بيه من رمضان يفضل مكمّل معايا صحيح. باقي السنة؟ نعم، هي في نقطتين مهمتين جدًا حقيقةً. هو تركيزنا في رمضان مش على المظاهر فقط، إن يبقى في سحور ويبقى في فطار في صلاة تراويح، دي حاجات زيادة، دي حاجات يعني إمم. لطيفة كده ممكن إحنا نتعامل معاها، لكن الأصل روح رمضان اللي هي إيه؟ روح التغيير، فروح التغيير دي سمت الإنسان في الحياة كله، ففي رمضان بنزود، لكن بعد رمضان لازم نحافظ على الزيادة، وبرضه عن طريق التشبيه وعن طريق التمثيل. يعني مثلًا أنتِ ممكن تجيبي علب للأولاد عشان إحنا عايزين نقرّب بس المفاهيم، بنجيب مثلًا علب للأولاد بنحط فيها بونبوني، بسكوتات اللي هُم بيحبوها بنملاها تمامًا، إمم. هُم هياكلوها ويتعاملوا معاها، وبعدين خلاص إحنا مش هنعملها لأ هنكمّلها، إمم. هنجيب باقي حلويات ونرجع تاني نغطّي نعبّي أطباق لازم، طَب ليه؟ إمم. لأنه من طبيعة الإنسان لازم دايمًا يستزيد، من طبيعة الإنسان إن هو ما بيحبّش النقص، فإحنا عدّى علينا رمضان، عبّينا حسناتنا إن شاء الله وربنا يتقبّل وده عند الله سبحانه وتعالى، لكن بعد رمضان إحنا ننقص، فإحنا عندنا بعد رمضان نقطة مهمة جدًا، عندنا إمم. أوقات فضيلة وعندنا أيام فضيلة، من الأيام الفضيلة اللي هو يوم الجمعة، إحنا نقدر نخلّي يوم الجمعة ده تذكرة مبسّطة وصغيرة عن زيادة يوم في الطاعات. هيبقى يوم صلة الأرحام، يوم الذهاب للمسجد، يوم الصدقات، يوم الصلاة على النبي، في عندنا حاجات كتيرة مرتبطة ده من رحمة الله سبحانه وتعالى إنه جعل لنا هذا اليوم إمم. في الأسبوع من أجل إن الإنسان يزوّد في موضوع الحسنات والطاعات، إمم. ونفس الحكاية عندنا الأوقات الفاضلة، عندنا على مدار اليوم والليلة، عندنا أذكار الصباح، عندنا أذكار المساء، الأولاد رايحين المدرسة في أذكار الخروج، في أيضًا الصدقات، في أيضًا المتابعة، هي إمم. الفكرة إن إحنا كأمهات وآباء لازم ما يبقاش في عندنا لا الإهمال ولا التفلُّت، إحنا تمام. نفسنا لو تفلّتنا إمم. ونسينا موضوع إن إحنا كنا بنشحن نفسنا في رمضان عشان نكمّل، فما يجيش نفضّي البنزين بعد ما يخلص رمضان، بالضبط. فلازم إحنا بالضبط. نكمّل ولازم نبقى منتبهين، أولادنا بيشوفونا قبل ما نحكي وقبل ما نقول وقبل ما نتصرّف. إمم. لازم يشوفونا بنفس الإحساس ونفس الإدراك ونفس التركيز على إن إحنا هنستمر نساعد بعض طبعًا مش يمكن زي رمضان هيبقى الشحن، لكن هنكمّل صح، بدل آه. ما نبقى مهملين هذا الأمر أو في إمم. بيوت يعني ربنا يعافينا بتعمل العكس، تقول لِك أصل ده إيه عشان كده باقول لِك لا تكن إنسانًا رمضانيًا وكن إنسانًا رمضانيًا آه. ربانيًا. ربانية. نعم، نعم. بالتأكيد. بالتأكيد يا دكتورة. فيعني الحرص على الأذكار وصلة الأرحام وضبط إمم. الوقت والنفس كمان دي نقطة مهمة، إحنا إمم. طالعين في رمضان ضابطين وقتنا وعارفين إمتى بناكل وإمتى بنشرب وإمتى نمتنع إمم. عن الأكل وإمتى بنقدر نمسك نفسنا، فبنكمل بقى خاصةً هندخل في بالتأكيد، سن ويرجع المراهقة الأمر تاني زي ما حضرتِك وسن قُلتِ سن بيعود الضبط. إلى القدوة، نعم، لإن إحنا لو استمرينا إحنا كآباء وأمهات على ما كنا عليه خلال رمضان، أكيد أبنائنا كمان هيستمروا معانا. باشكرِك جدًا في النهاية الدكتورة منى صبحي، دكتوراه في التربية ورئيس المنتدى العالمي للفكر والثقافة، كل عام وأنتم بخير. في النهاية رمضان مش مرحلة أو وقت وبيعدّي، لأ، هو بداية إحنا بنزرع فيها بذرة صغيرة. لكن نكمل رعايتها طول السنة، ما نقفش عليها خلال رمضان وفقط. لو قدرنا نغرس في ولادنا ولو قيمة واحدة بس خلال الشهر الكريم ونربط العبادة بالأخلاق عند أولادنا، هنشوف أثر رمضان في أولادنا كبير جدا ورائع جدا في كلامهم، في تعاملاتهم مع الناس، معانا إحنا كآباء وأمهات، في المدرسة. والحقيقة رمضان فعلا فعلا ليس كلام وفقط، رمضان أعظم مدرسة. والأهم إن الدرس اللي إحنا نبدأه في رمضان يفضل مكمل معانا بعد ما يخلص رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تربية أولادنا تربية ترضيه عنا يا رب العالمين. انتهت حلقة قوارير اليوم، إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.